ده تكنيك مشهور أوي في السينما. التركية اللي أنا بتكلم فيها هي الموتيفيتد لايتنج، عشان يطلعوا المشهد رياليستيك على قد ما يقدروا، كأن الإضاءة جاية أصلا من الغرفة، اللمبة بتاعت الغرفة اللي زي دي مثلا، أو عشان يخلوها مثلا جاية من الشمس، من الشباك اللي موجود في الأوضة وغيره. فهتقولي ببساطة هيكون في إضاءة فين تاني؟ أنا مش واخد بالي. هقولك ببساطة، تعالى أوريك اللي هيحصل لو استخدمنا الإضاءة اللي ورا دي اللي احنا عاملين إن هي منورة الأوضة وكده، من غير الإضاءة التانية اللي المفروض هي اللي بتنورني وتنور بقية الأوضة. ده عبارة عن الموتيفيتد لايتنج. أنا حاطط إضاءة تانية جنبي نفس اتجاه الإضاءة اللي ورايا، ومخليها تخبط على الحيطة، لأن الحيطة لونها أبيض فبتعكس الإضاءة كويس. فاحنا أول حاجة عملناها إيه؟ شفنا فين الإضاءة اللي موجودة في الغرفة اللي احنا ممكن نستغلها ونميمك الإضاءة دي، أو إن احنا نموتيفيت اللايت. وهنا جت الموتيفيتد لايتنج. التريك دي هتشوفها بنسبة كبيرة في الشطات اللي بتبقى بالليل. تلاقي مثلا الشخصية بتاعتك فاتحة اللابتوب، فهنفيك ان الإضاءة جاية من اللاب رغم ان في سورس إضاءة كبير تاني موجود في الأوضة. وهتلاقيها برضو في الشوتس اللي هي بتبقى عبارة عن أوضة وفيها أباجورة منورة الأوضة، فبيبان كأن الشوت دوت متنور كله بالأباجورة دي، رغم ان احنا عارفين دلوقتي ان الإضاءة جاية من مكان تاني. ولو جربت التريكاية دي قبل كده اكتب لي في الكومنتات.